MBC بودكاست. مرحبا، أنا اسمي إيناس حلال، عازفة إيقاع والدرامز ومعالجة بالصوت. رح نحكي اليوم بسؤال مجرب عن صعوبة تصديق إنه نحن المسؤولين عن جلب التعاسة والمرض لنفسنا، أو إنه عقلنا هو السبب بهيدا الشيء، وكيف عقلنا فعلاً قادر إنه يجيب لنا الصحة والسعادة. مثل ما عم نحكي من قبل إنه أنا عم بحكي عن خبرة شخصية مريت فيها مع مرض مزمن. أصعب شيء كنت مر فيه وقت كانوا الدكاترة يقولوا لي أنت عم تجيبي المرض لحالك. أنا مو بس جربت الطب العادي، ولكن جربت أيضاً العلاج بالطاقة. وقت كنت أعمل جلسات علاج بالطاقة، أصعب شيء كان علي وقت يقولوا لي أو أعرف أو ما أقدر صدق بالأحرى إنه أنا اللي عم جيب المرض لحالي. رح نحكي بهاي الحلقة كيف الإنسان هو المسؤول إنه يجيب المرض لحاله، وكيف بيقدر إنه هو يتخلص من هدول الأمراض أو فعلاً يجيب لحاله أشياء إيجابية. كتير هلأ ليتلي عم يحكوا عن طاقة الجذب، وكيف نحن نجذب لإلنا أشخاص سيئين، خبرات سيئة، أمراض وتجارب نحن ما بنكون بدنا إياها، بس بيقولوا لنا أنتوا إذا غيرتوا طاقتكم وإذا غيرتوا الطريقة اللي بتفكروا فيها رح تقدروا إنه تجذبوا لحالكم أشياء إيجابية. دايماً السؤال هو كيف. أنا هاي الشغلة وقعت فيها وكتير عذبتني، وكان عندي رفض لهيدا المصطلح أو هاي الفكرة إنه أنا هو السبب بإني أنا جبت مرض لإلي، خاصة إنه أنا المرض بلش معي بمرحلة أو بعمر صغير. طب كيف أنا وقت اللي كنت صغيرة إنه أنا قاعدة عم جيب هدول الأمراض لإلي؟ في انزعاج كتير من الفكرة، بس اللي بقدر لكم إياه إنه هي نوعاً ما صحيحة. ليش؟ لأنه أنا بس قدرت غير هدول العادات، فعلاً تغير الباترن يلي صار يصير بحياتي، أو تغيرت الطريقة يلي حياتي عم تمشي فيها. وواحدة من الأشياء هو أنا هلأ هون واصلة مرحلة إنه عم بقدر شارك خبرتي الشخصية معكم بهيدا البودكاست، وأقدر أحكي لكم عن هيدا الشيء. خلونا أول شي نحكي شوية قصص علمية عن الجهاز العصبي يلي هو جزء كتير مهم من جسمنا، وكيف هو مسؤول عن المرض. في شي بجهازنا العصبي اسمه الجهاز العصبي الودي. الجهاز العصبي الودي هو مسؤول عن العمليات اللا إرادية الموجودة بجسمنا، يعني مثل عمليات ضغط الدم ومعدل سرعة التنفس، والتنفس اللي هو شيء تلقائي بيصير، يعني بدون مجهود شخصي أو بدون ما أنا حتى حس كيف هيدا الشيء عم بيصير. يعني أنا قلبي بدق، بعرف إنه قلبي بدق، لهيك أنا عايشة، بس أنا ما بعرف شو هي الطريقة يلي بدق قلبي فيها. أنا ما بعرف شو هي الطريقة يلي بيشتغل جسمي ليوزع الدم لأطرافي، كيف معدتي أنا بتشتغل، كيف أنا بهضم الأشياء. أنا بعرف إنه هي بتصير من حالها، بس أنا ما بعرف كيف تشتغل، لأنه في جهاز عصبي ودي هو مسؤول عن هدول الأشياء بدون ما أنا أفكر فيها، بدون ما أنا أبذل مجهود لحتى هي تصير. بتنفس بشكل تلقائي، قلبي بدق بشكل تلقائي، ضغط الدم تبعي بيتغير بشكل تلقائي. إذا كان هيدا الجهاز العصبي الودي أو اضطرابات موجودة بجهازنا العصبي بأي جزء أو بأي عملية بالجسم منا منيحة، أو اضطرابات مستقلة موجودة فيها، فهي ممكن إنه كتير تسبب لي أمراض. وظيفة الجهاز العصبي اللا إرادي أو المستقل التحكم ببعض عمليات الجسم، مثل معدل سرعة ضربات القلب والتنفس، درجة حرارة الجسم، الهضم، الاستقلاب، توازن الماء والشوارد، إنتاج سوائل الجسم مثل اللعاب والعرق والدموع، وضغط الدم. هلأ بدنا نشرح كيف أنا بجيب المرض لحالي، مع أنه كتير أوقات بنرفض هاي الفكرة. طبعاً بنرفضها لأنه نحن ما بنعرف كيف. وأنا كتير عملت لي أزمة هيدا الموضوع، وهي الأزمة اللي عملت لي إياها خلتني أسأل وأتساءل إنه أنا كيف بدي أمنع هيدا الشيء، لأنه وصلت لمرحلة لطريق مسدود. وصلت بخبراتي يعني بالمرض وبالأشياء السلبية اللي عم تصير معي بنفس الباترن أو بنفس الطريقة اللي أحداث حياتي عم تتكرر فيها، لأوثق إنه شكلي أنا السبب، وهيدا أصعب شيء. خلونا نحكي أول شيء إنه هيدا الجهاز شو رح يأثر علينا، وليش نحن حكينا عن الجهاز العصبي الودي. نعطي مثال. أنا مثلا طلعت أعمل كامبينج أو طلعت على شي غابة بدي أتمشى فيها، وسمعت صوت
وأنا بعرف إنه بالغابة في حيوانات، وفي حيوانات ممكن إنه تكون مفترسة. خليني أقول إنه أنا بغابة هي فعلا غابة برية، وماني أنا واثقة مين الحيوانات اللي موجودة فيها، لا أنا عم بمشي بالطبيعة. فماشي الشخص وسمع صوت، ممكن يكون شاف مثلا حية قدامه أو مثلا دب كبير أو أسد. شو اللي بيصير؟ جهازنا العصبي بيحضرنا لحتى نحن نهرب أو ندافع عن حالنا. فشو اللي بيصير بهيدا الجهاز؟ بيفرز عنا طاقة بتوصل لإيدينا ولأطرافنا لحتى نحن أو نهجم أو نهرب. فبتتوسع الحدقة، بيزيد ضغط الدم، بيطلع الكورتيزول والأدرينالين لعضلات الجسم تبعنا لحتى هي تهيئنا إنه نحن نقدر نركض بسرعة عالية، أو نقدر نصد ضربة، أو نحن يعني الشخص اللي عم يهاجمنا نقدر إنه نغلبه. لأنه نحن إذا ما غلبنا فنحن شو رح يصير فينا؟ رح نتأذى أو رح نموت، لأنه هيدا الشيء الخطر يلي نحن عم نواجهه رح يغلبنا. فجهازي العصبي شو بيعمل؟ بيخليني أقدر شوف أكتر، بيسرع لي ضربات قلبي، الدم بيصير أنا عند أطرافي لحتى أقدر أنا أركض بسرعة، وهيدا الشيء بيخليني بحالة توتر. بوقتها هيدا الشيء كتير منيح، لأنه أنا لو ما جهازي العصبي عمل هاي الحركة فأنا رح ضل واقفة، ما رح أعرف إنه هيدا الخطر ممكن يودي بحياتي، فممكن هيدا الشيء يأثر علي وموت. بس نحن بالتوتر اللي بيصيبنا بحياتنا اليومية منكرر هاي العملية بشكل كتير كبير، فمخنا وصلوا هاي المعلومات كأنه كل مرة أنا بيصير معي مشكلة فيها مثل كأنه واقف أسد قدامي وجاي ياكلني. كيف فينا نعرف قديش نحن وصلنا لهي المرحلة من التوتر؟ وكيف فينا نعرف إنه نحن مانا بحالة خطر دائم، وإنه هيدا الخطر هو مهم بس ما بدي إياه يسيطر على حياتي؟ هلأ عادة بس يصير هيدا التوتر مثل ما قلنا هو شيء منيح، بيصير بوقته بعد 5 أو 10 دقايق من ما يزول الخطر. جسمي بيرجع لحالته الطبيعية، بيرجع الدم عم يتوزع بمناطق الجسم بشكل صحي ومتساوي، وبترجع العين بترتاح، وبيرجع تنفسي ما بيصير بنفس السرعة، وبدقة قلبي بترجع لمستواها الطبيعي. هيدا شيء كتير حلو بجسمنا يلي عم يشتغل بشكل أوتوماتيكي. هلأ كيف نحن منجيب لحالنا المرض؟ كل مرة أنا بيصير معي تجربة بتوترني، يلي بيصير بجسمي إنه عقلي بيصير فيه تفكير أو فكرة معينة من هيدا الخطر يلي صابه، بيقوم العواطف تبعي يلي هي جسمي، لأنه جسمي هو الطريقة يلي أنا بعبر فيها عن عواطفي، بيقوم جسمي بيحس بإحساس معين نتيجة الفكرة يلي إجتني يلي هي فكرة الخطر. جسمي بيحس بخوف، فشو بيصير؟ بحتفظ أنا بذاكرتي بأنه أنا بس خفت من هيدا الشيء، أو بس خفت من هيدا الأسد، أو بس خفت من هي الحية، أو whatever شو اللي صار معي، حسيت بخوف، فالخوف صار عندي بمثلا دقات قلب سريعة، بوجع مثلا بالرأس، أو بأي طريقة تجلى فيها هيدا الخطر بشكل خوف بجسمي. هلأ شو صار كل مرة؟ كل مرة نحن عشنا فيها بتوتر رجعت عنا الذاكرة تبع هيدا الألم، أو رجعت عنا الذاكرة تبع هاي الخبرة. هلأ كل ما تذكرت كيف أنا خفت من هيدا الأسد، فجسمي طلع لي نفس ردة الفعل أو الرياكشن كأنه الأسد فعلا هلأ بعده موجود قدامي. فشو صار فيه؟ توترت بنفس الطريقة، زادت ضربات قلبي، صار عندي هيدا الشعور. ومرة عن مرة إذا كل مرة أنا عشت هاي اللحظة، فجسمي ما عم يعرف مثل ما قلنا يفرق إذا هي حقيقية ولا هي ذكرى، فعاش نفس الاشياء مرة عن مرة، ترسخت هي الذكرى بقلبي وبعقلي وبجسمي، وصارت تعمل لي نفس ردة الفعل. تمام؟ فكيف نحن منجيب لحالنا المرض؟ بس نضلنا متوترين ونضلنا نعطي جسمنا هي الإشارات، عقلنا احتفظ فيها واحتفظ بهي الذكرى. لهيك التوتر هو سبب كتير من الأمراض، لأنه التوتر بس يصير مزمن فهو عمل مرض مزمن، لأنه هو دايماً أنا مخي من كتر ما تلقى نفس الإشارات فهو تعود إنه هاي الإشارة هي الطبيعية عنده. يعني هو الطبيعي عنده إنه أنا قلبي يدق بسرعة ويصير عندي تسرع بنبضات القلب، الطبيعي عنده إنه أنا ضل بتوتر وبتعصيب، الطبيعي عنده إنه أنا أي شيء يصير حوالي فكره إنه هو هجوم ضدي. هيدا الشيء كتير موجود بمرضى الفايبروميالجيا، موجود كتير باللي عندهم مرض مزمن. فبنرجع لقصة إنه كيف أنا جبت هيدا المرض لحالي.
كل مرة أنا عشت بهيدا التوتر وجسمي تعود عليه، فأنا سببت لحالي أزمة. هلأ نحن إذا بدنا نحكي بالموسيقى، نرجع للموسيقى أو نرجع لأي شيء. أنا إذا بدي أتعلم آلة موسيقية بدي ضل عيد وكرر بنفس التمرين أكثر من مرة لحتى رسخه. إذا بدي روح أنا على نادي الرياضة وأتعلم رياضة معينة، let's say فوليبول أو فوتبول أو أي شيء، أو حتى نحن بدراستنا كلنا بس ندرس بيقولوا لنا عيدوا الشغلة أكثر من مرة وعيدوها بصوت عالي وتخيلوها. طيب وقت اللي أنا كل مرة عدت هيدا الشيء اللي نقزني أو رعبني وحسيت الشعور تبعه، فهو ترسخ، خلص هو ترسخ بجسمي، ترسخ بذاكرتي العضلية. نحن بنسمع كتير كلمة إنه إذا بدك تتمرن بدك تعيد التمرين كم مرة لذاكرة العضلات تتذكرها، فبيصير عندك بشكل تلقائي. أنا وقت سوق بتمرن على السواقة كم مرة، بس بعدين صارت شيء عندي مثل كأنه شوي تانية لا إرادي، يعني أنا بسوق وبمشي وبحكي تليفون وبفكر وبعمل كل هدول الأشياء، صارت مرسخة عندي. فتخيلوا إنه أنا كيف التوتر مرة عن مرة عودت جسمي عليه، فمرة عن مرة صار عندي هيدا المرض. فلهيك لازم نتقبل فكرة إنه أنا عم جيب المرض لحالي. هلأ الصعب بالفايبروميالجيا أو بأي شيء تاني وقت اللي بدنا نصدق هاي الفكرة إنه هو إذا مبلش على عمر صغير. طب أنا كولد صغير بعرف حالي أنا موجوع، طب من وين إجا هذا الوجع؟ بدك تقنعيني إنه أنا سبب هيدا الشيء اللي عم بيصير معي؟ تماماً أنا هاي الخبرة صارت معي، ده صارت عندي ردة فعل على الأشخاص اللي أنا عم يحاولوا يساعدوني بالعلاج. صارت عندي ردة فعل خاصة بس كنت عم بتعالج بالطاقة، يقولوا لي أنتي بدك تغيري، أنتي سبب هيدا الشيء، فعصب واتضايق كتير. طب أنا بلش معي بعمر 15 أو 16 سنة، شو فهماني أنا من الحياة لجيب لحالي إشياء سيئة؟ في حدا بيتمنى لحاله المرض؟ أكيد لا، مستحيل. يعني مستحيل. أنا دايما بدي أتمنى أنه أنا عيشتي تكون حلوة وأنبسط بحياتي وأطلع وفوت وألعب رياضة مثلا أنا بشكل شخصي أو أي شيء. يعني ما حدا بيتمنى لحاله المرض، ما حدا بيتمنى لحاله الاكتئاب، ما حدا بيتمنى أنه العالم تفهمه غلط، بس هيدا الشيء كان عم بيصير. فأنا اللي عم قلكن ياه، أول شيء ما بدنا نلوم حالنا ونوقع بقصة اللوم إنه أنا عم جيب لحالي المرض، شو عملت بحالي، وأكره حالي بزيادة، لأنه أنا هاي الشغلة صارت معي بمراحل كتير كبيرة. صرت أكره جسمي، عن جد صرت أكره جسمي، وصار عندي صراع بين جسدي وبين روحي. يعني أنا أقول، وفي كتير أوقات كنت يمكن حتى بكتب نوتس عليها. بزماناته كان بالفيسبوك في شيء اسمه نوت، بيكتب الواحد مذكراته. إذا هلأ بقرأ النوت تبعي في واحدة منهم بقول زهقت وأنا محاصرة بهيدا الجسد. صرت أحس حالي إنه أنا روح عندها بوتنشلز كتيرة، حابة كتير تعمل إشياء بالحياة، بس جسمي ووجعي وجسدي آسرني، فصرت بدي مني مصدقة إمتى أخلص وأطلع منه. أنا الحمد لله ما وصلت لمرحلة إنه روح جرب انتحر فيها، ولكن في عالم عم توصل لهي المراحل. وأنا اللي بدي أقولكم إياه إنه إذا شي مرة فكرت بهيدا الشي، فصدقني إنه هو شي ما لازم توصل له وتفكر فيه، لأنه الحل بإيدك. وقت اللي أنت بس بتمسك الخيوط الأولى رح تقدر توصل لكل شيء يحل لك حياتك. وبرجع بقول إنه أنا مرقت فيهم، مرقت بالاكتئاب، مرقت بالصراع مع الجسد، مرقت بكره الجسد تبعي، صار عندي كره لجسمي، وهيدا الشيء كتير غلط. أول مرحلة من مراحل العلاج هو أنا إنه أتصالح مع جسمي وأتصالح مع المرض اللي عندي إياه لأقدر لاقي له الحل. طالما أنا عم قاتل هيدا الشيء حتى لو هو مبلش من صغر عندي، يلي بدي أقولكن إياه إنه هو فينا نرجع نعكسه. أنا هون ما بدي كون مثل أي دكتور أو مثل أي معالج يقلك بس يقلك إنه أنت اللي عم تجيب السبب أو المرض لإلك وتوقع أنت بالمشكلة اللي مثل ما أنا وقعت فيها. لا، أنا هون لحتى أقلكن في كتير أوقات ما منكون نحن المشكلة، بس نحن إذا ما وعينا إنه نحن فينا نغير فنحن رح نضل السبب. تمام؟ برجع بعيد، يمكن ما نكون نحن السبب، يمكن نحن تعرضنا لأذى من شخص أذانا نحن وصغار، يمكن عائلتنا بدون قصدها أذتنا، ظروفنا الاجتماعية أذتنا، كلمة من شخص يمكن أذتنا، وخاصة بس يكون الولد صغير فهو بيتلقى كل شيء بشكل مضاعف، وبيتلقى كل شيء وما بيكون مستوعب أو ما بيكون عرفان شو يصفي من هيدول الأشياء أو شو ياخد. فغالباً أول شيء الأمراض هي بلشت عنا من عمر صغير، الصدمات هي أصل المرض، الخبرات السيئة اللي منعيشها بحياتنا بتجي من أشخاص تانية هي اللي بتسبب لنا هيدا الشيء. ما رح أقول دايماً إنه نحن أصل السبب، لا،
نحن ما لنا أصل السبب، ولكن نحن إذا كفينا بنفس الطريقة اللي نحن عم نتعامل بتفكيرنا وبطريقة تعاملنا مع جسدنا ومع جسمنا ومع حياتنا بنفس الطريقة، فنحن هون منكون السبب. لهيك يلي بدي لكم إياه إنه إذا أنت ما بتعرف إنه بدك تضل أنت هيدا السبب، رح تصير أنت المسبب الرئيسي لتعاستك. بس إذا أنت بتعرف إنه حتى لو تعاستك إجت من أشخاص تانية أنت قدران إنه تخلص منها، فهون بتصير بداية العلاج، مو بس لمرض مزمن ولكن لطريقة حياة، لطريقة تفكير، لصعوبات أنت عم تواجهها. يلي بدي لكم إياه إنه نحن بإيدنا الحل. نحن منقدر نكون مسبب حتى لو نحن ما في أشخاص أذتنا وقت نحن صغار وحياتنا كانت perfectly fine وربينا بعائلة كتير منيحة، بعدين بلشنا نحس إنه حياتنا عم تصير بشكل سيء، وقديش صعبة، قديش صعب إنه نحن نطلع بالمراية ونحس إنه نحن عم نأذي حالنا بدون ما نعرف، أو حتى وقت اللي منصير نعرف نضل نحن عم نأذي حالنا. فبتمنى منكم إنه يكون عندكم الجرأة إنه تطلعوا بينكم وبين حالكم، تعرفوا أكتر شو اللي سبب لكم هيدا الشي. إذا هو مبلش من غيركم ففيكم تغيروه، وإذا أنتوا عم تجيبوه لحالكم فلازم تغيروه. فنرجع عم نحكي بالحلقات الجاية كيف نحن بنقدر نعكس الشي اللي ما كنا سبب فيه. رح نحكي كيف نحن بنقدر نغير كل شي ونكون سبب بتحسين حياتنا، وإذا نحن ما دفشنا حالنا للأحسن صدقوني ما رح حدا يدفشنا. وما فينا نضل كل الوقت نلوم الظروف ونلوم الأشخاص. في أوقات لوم علينا نحن، واللوم الأكبر إنه نحن نضلنا غافلين عن هدول القصص. ما بدنا نحن نتقاتل مع حالنا، وما بدنا يعني نحاسب حالنا بالطريقة الصعبة أو السيئة، بدنا نحاسب حالنا بالطريقة المنيحة. بدي أقعد أنا وأصفن مع حالي، بدي أتصالح مع وجعي، بدي أتصالح مع حالي لأقدر أنا أمشي وكفي وغير. فبتمنى من خبرتي الشخصية، برجع بقول من خبرتي الشخصية، كل واحد عنده خبرته الشخصية، بتمنى إذا أنا حكيت لكم قصتي وحكيت لكم كيف قدرت أغير، تقدروا أنتوا تستفيدوا وتقدروا تلاقوا المفاتيح الخاصة فيكم، الخاصة بتجربتكم والخاصة بحياتكم، وتقدروا تغيروا وتكفوا للشيء الأحسن. بنشوفكم بالحلقات الجاية، وشكرا كتير كتير لأنكم سمعتوا هيدا البودكاست. سأل مجرب ولا تسأل حكيم، بس أنا برأيي سأل حكيم وسأل مجرب وسأل حالك وسأل كل العالم اللي حواليك، بس رجع عود مع حالك وانت جوابك جواتك. وصدقني إنه الجواب انت بتعرفه، بس يمكن بتحب أوقات إنه تسمع من أشخاص تانية يأكدوا لك هيدا الشي. واللي بدي أكد لكم إياه إنه في أمل، وإنه هيدا التغيير انتوا قادرين تعملوه مثل ما أنا قدرت أعمله. بنشوفكم بالحلقات الجاية.